الساحر التائب، الساحر اللي صار ساحر وهو بعمر 9 سنوات، صار ساحر بدون ما يدري، الساحر اللي دمر آلاف من العوائل، الساحر اللي قدر يدخل السحر بكرة القدم، قدر يفوز الفريق اللي كان يشجعه، الساحر اللي سحر بنته وامها وخلاهن يطلعن للشارع عاريات كأنهم مجنونات. تعالوا نتكلم بشكل سريع حياة هذا الساحر وشنو اللي كان يسويه، ومن هذا الحكي راح نتعلم أسرار كثيرة وخطيرة راح تفيدنا في بقية حياتنا. 17 سنة أنا ما أعرف أن نفسي ساحر، ودائما يوم تشوف الجن عشان بنعرفه بتشوف هيئته أنا غريبة. اللهم صل على سيدنا محمد. مبدئيا هذا الساحر اسمه آدم، طبعا هو سوداني وكان ساحر، ولكن مو أي ساحر، كان يعتبر قطب من الأقطاب الأربعة. واللي ما يعرف شنو الأقطاب، الجن عندهم 4 أقطاب، القطب الشمالي والقطب الجنوبي والشرقي والغربي، ومتقسمات على محور الكون. تخيلوا آدم كان قطب من هاي الأقطاب الأربعة، يعني كان ماخذ مرتبة بالجن. القطب تعتبر مرتبة عالية جدا من مراتب الشعوذة، وعلى مود يصل لهاي المرحلة لازم يقدم تضحيات صعبة وشركيات كبيرة بالله، وبالتالي راح يخدمونه 286 جني، وبعضهم من كبار الجن. قصته مع كيفية دخوله لعالم السحر والشعوذة قصة عجيبة وتفاصيلها مرعبة، فأني راح أختصرها لكم على مود نعرف أهم النقاط اللي تؤدي لهذا الطريق، طريق الجن والشعوذة والشياطين. ومن ضمنها معلومة مهمة هو ذكرها بنفسه. في بدايته كان يطمح انه يكون من اولياء الله الصالحين، كان يطمح انه يكون من اقرب الناس الى الله ومن الشيوخ الكبار، وتكون عنده كرامات. واللي ما يعرف شنو كرامات هو مصطلح دارج عند الصوفيين، معناته انه اوليائهم الكبار عندهم كرامات، والكرامات مثل التواصل المباشر مع رب العالمين والنبي، او قدرته على انه يحج او يحتمر وهو قاعد ببيته. من كرامة من كراماته إذا جيت لأي مسألة، حتى مسألة قضائية، تجيني بيقول لك اسم القاضي شنو، اسم أمه شنو، إلى آخر. فهو كان طموحه انه يصل لهاي المرحلة، وهو كان عمره 9 سنوات فقط. ولكن الكارثة بهاي القصة الناس اللي اتبعهم آدم، بالشيوخ اللي مشى وراهم، كان يتبع شيوخ معروفين، وايضا كان آدم يحبهم، وكان يسوي اي شيء يؤمرون به ويسمع كلامهم، ولكن ما كان يعرف ورا منو ماشي وشنو الكوارث اللي تنتظره. اتفقوا عليه وانطوه طريقة للوصول لطموحه على اساس انه يصير من اولياء الله الصالحين، ولكن الطريقة اللي انطوه هي خلقت منه ساحر خطير. طبعا كان عنده تواصل مباشر مع الجن، وكان لما يتواصل مع الجن ويعالج الناس، الشيوخ اللي كان متبعهم ما كانوا يقولوا له انك قاعد تتواصل مع الجن، كانوا راسخين في مخه انه هذول ملائكة، وانه هو حاليا من اولياء الله ومن اقرب الناس لله. ولكن بالواقع كان اللي حواليه عبارة عن شياطين وشعوذة. طبعا كل هذا وهو ما كان يعرف. عالم الجن والشياطين لا، ملائكة وروحانيين يخدموني لأني أنا ولي الصالح، هي أولياء الله الصالح. المهم تفاصيل تجهيزه على مود يصير ساحر تفاصيل كثيرة ومخيفة. بعد ما صار جاهز ما حس بنفسه إلا وفجأة صار ساحر، وبدأ أعمال السحر اللي كان يضحك على الناس بيها ويقول لهم إنه هاي كرامات. سألوه وقالوا له أنت كساحر شنو أكثر شيء يهمك بالشخص اللي تريد تسحره؟ قال لهم أهم شيء أحتاجه هو الشعر، وأيضا أحتاج الأظافر، أحتاج ولو قطعة واحدة من ملابس هذا الشخص، وأهم شيء طبعا اسم الأم. سألوه قالوا له هل كل شخص يختلف سحره عن الثاني؟ وقال لهم أكيد حسب حروف اسمه وحروف اسم أمه والحروف المشتركة بين الاسمين، وبعدها نعرف شنو
شنو السحر اللي يناسب هذا الشخص. اما يكون سحر بالنار او سحر بالماء او سحر بالهواء او سحر بالتراب، طبعا هاي انواع السحر. سألوه قالوا له شلون يأثر عليهم السحر اللي تسويه شلون يبدي يشتغل. جاوبهم بقصة بحيث كل من سمع هاي القصة كره هذا الساحر كره مو طبيعي. جاوبهم وقال لهم اقوى تأثير سويته سحرت بنت، ولما هاي البنت راحت البيت الله تعتمر ما كانت تشوف الكعبة، رغم انه الكعبة كانت قدامها. كل هذا وما كانت تشوفها بسبب السحر. سبحان الله. سألوه شنو اكثر شيء يخاف منه الجن. جاوبهم وقال الجن يخاف من الاعشاب، واذا اكو بيت بداخله اعشاب مستحيل الجن يدخل لهذا البيت. وذكر بعض الاعشاب اللي يخاف منها الجن، الاعشاب مثل السدرة، الملح، والحبة السوداء، والقسط الهندي، ونبتة الكول. اذا كانت هاي الاعشاب موجودة في بيت اخر شيء يسويه الجن انه يفكر يدخل لهذا البيت. لا هذا الجن يكره البيت اللي هو الكون ما يدخل فيه. وبعدها قال كلام مهم جدا، قال السحر هو عبارة عن تلبس الجن بالإنسان. وأيضا بدأ يحكي لهم قصة ويقول لهم مرة من المرات أرسلت جن لشخص على مود يتلبسه، ولكن الجن اللي أرسلته رجع لي وكان خايف. والجن يقول كل ما أحاول أقرب لهذا الشخص يختفي، كل ما أجي وأحاول أتلبسه فجأة يختفي، رغم انه انا دا اسمع صوته وادري انه موجود بهذا المكان بس ما اشوفه. فهنا الساحر انصدم لانه اول مرة تصير وياه. فالساحر يقول قررت انه ارسل له ملك من ملوك الجن واقواهم، اقوى نوع من انواع الجن، على مود بس يتلبس هذا الشخص. ارسلت هذا الجن وانا كنت متأكد انه هذا الجن راح يقدر يتلبس هذا الشخص لانه هذا اقوى نوع من انواع الجن. ولكن ايضا هذا الجن رجع لي خايف. والجن يقول كل ما احاول اتقرب على هذا الشخص على مود اتلبسه يصير بيني وبينه حاجز من الملائكة الكبار، عجزت انه اخترق هذا الحاجز. فالساحر يقول من بعدها عرفت انه هذا الشخص متحصن بأذكار الصباح وأذكار المساء، لذلك الله سبحانه وتعالى حفظه وحصنه من وصول الجن. سألوه قالوا له هل ممكن للشيطان انه يتلبس الانسان بدون فعل ساحر؟ يعني الشيطان وحده يتلبس الانسان من باب الاذى؟ قال لهم نعم، الشيطان يتلبس الانسان اذا خاف، لذلك تعوذ بالله اذا خفت واقرأ على نفسك آيات من القرآن. الشيطان يتلبس الانسان اذا تثوب، لذلك قفل فمك وتعوذ من الشيطان. الشيطان يتلبس الانسان اذا غضب، لذلك تعوذ بالله. طبعا هاي وصية الرسول، اذا تغضب تعوذ من الشيطان. الشيطان يتلبس الانسان لحظة ما يكون الانسان قاعد يرتكب المحرمات، فيكون وصول الشيطان إليه سهل. تخيلوا بمرة من المرات هذا الساحر قدر يدخل السحر بكرة القدم بين الأندية في دولة السودان. كان في وقتها مباراة بين فريق الهلال السوداني وفريق المريخ السوداني، وكان آدم من مشجعين الهلال السوداني، وسوالهم سحر وخلاهم يفوزون بنتيجة 4-1. وترى بوقتها كانت هاي النتيجة كانت صادمة لأهل السودان، لأنه بذاك الوقت فريق الهلال كان فريق تعبان، وفريق المريخ كان فريق أسطوري مستحيل يخسر بهاي النتيجة. وأكو معلومات مهمة ذكرها. سأل المقدم وقال له شلون تتواصل ويا الشياطين؟ شلون تتواصل ويا الجن؟ يعني هل لغتهم تختلف عنه؟ جاوب وقال له التواصل بينه وبين الشياطين والجن بيكون عن طريق الشفرات والأرقام والطلاسم والشخابيط اللي يكتبونها السحرة، هي هاي تعتبر لغة الجن والشياطين. وطبعا ما حد يقدر يفتهمها، فقط السحرة والجن والشياطين. من خلال هاي الشخابيط يقدر السحراء يتواصلون مع الجن والشياطين. قدرة الله في حفظك وحمايتك أقوى من قوة الشياطين والجن والسحرة والمشعوذين. المسألة بسيطة، فقط حصن نفسك.